بتصحى ريليانا وهي مفزوعة انها في غرفة خطيبها الدوق نوا، والغريب انه هو جنبها ولا همه، وكانت خايفة جدا وهي بتسأله ايه اللي حصل امبارح وليه حاسة بتعب في جسمها، فبيبتسم لها بنظرة انتصار وقال لها هو انت ناسية حصل بينا ايه امبارح؟ فخافت جدا من اللي هو قاله وراحت واقعة من على السرير وقامت تجري ناحية الباب، فبيوقفها الدوق نوا وهي متضايقة من اللي هو عمله جدا. فبتجري ريليانا وبتفتح الباب وبتطلب من الحارس آدم تايلور ان هو ينقذها من الدوق نوا، لكن الدوق نوا بيقول للحارس آدم تايلور هات لي ريليانا هنا. فبيقرب منها الحارس آدم تايلور وبيشيلها وبينط بيها خارج القصر. ولما بيروح رئيس الخدم لنوا علشان يخبره ان الكونت ويستنبرج وصل وعايز يقابله ضروري، فقال له الدوق نوا مش وقته، وامره يجمع كل الحراس ويدوروا على ريليانا والحارس آدم تايلور. وبتستغرب ريليانا لما اخدها الحارس آدم تايلور وكله حيويه، وكانت بتحسبه انه هيخرجها بره القصر، لكنهم لسه في حديقه القصر، ولما طلبت منه يخرجها بره محيط القصر ده رفض كلامها. ولما بتفتكر اللي عمله فيها الدوق نوا بتقول على كل حال هو انقذني امبارح وانا لازم انسى كل اللي حصل ده غير ان انا في جسد مش جسدي اصلا. وبتحاول انها تخرج بره الموضوع، وبتقول للحارس آدم ان ريحتها بقت نتنه قوي وبقالها يومين ما نضفتش بسبب اللي حصل معاها. المهم ان الحارس آدم قعد يفكر شويه وبعدين جات له فكره، واخيرا ريليانا قدرت انها تنظف نفسها في غرفة الخادمات. ولما بتفتح الخزانة بتلاقي فيها ملابس الخادمات وهي سعيدة جدا ونفسها تجربهم، وفعلا بتلبس لبس الخادمات وبتجربه عليها، وبتطلع للحارس آدم وهي مبسوطة بالزي ده جدا. ولما حست ان هو متضايق سألته هو انت جعان؟ فقال لها وبيروح رئيس الخدم للكونت ويستنبرج اللي كان عايز يقابل الدوق نوا، وعرف الكونت منه انه مشغول بالبحث عن السيدة ريليانا، وبيعتذر منه رئيس الخدم واللي كان مستغرب جدا ليه الدوق نوا بيبحث عنها بنفسه، وبيطلب من رئيس الخدم انه هينتظر الدوق نوا في المكتبة لحد ما يفضى ويكلمه. اما عن ريليانا فبتدخل مطبخ القصر علشان تجيب طعام، وبتسمع الطهاة وهم بيتكلموا عن الاحداث اللي بتدور في القصر، فواحد منهم بيقول ان الحراس بيبحثوا عن السيدة ريليانا في القصر وكمان خارج القصر بعد ما خرجت مع الحارس آدم تايلور، وكل ده ريليانا سمعاهم. والطاهي التاني بيقول له انت فاكر يعني ان السيدة ريليانا هتخونه مع الحارس آدم تايلور؟ ده مراسم الخطوبة بتاعتهم بكرة، انا معرفش ان الدوق نوا بقى تفكيره ضيق للدرجة دي. فرد الطاهي التاني وقال له بالعكس بقى، اكتر الاشخاص المتبلدين زي الدوق نوا هم اللي بيحاولوا يدوروا على الحب الحقيقي، وفجأة لما بيلتفتوا بيلاقوا ريليانا قدامهم لكنهم ما قدروش يتعرفوا عليها، وسألوها هي مين بالظبط وبتعمل ايه هنا، فقالت لهم انها خادمة جديدة من الجناح الجنوبي للسيدة ريليانا. ولما سألوها هي بتعمل ايه خافت وقالت لهم ان السيدة ريليانا جعانة وعلشان كده جاية تجيب لها طعام. فقالوا لها يعني السيدة ريليانا رجعت تاني؟ فقالت لهم ايوه، وهي مش عايزة تعرف حد انها رجعت وعايزة تقعد لوحدها. فوقفها واحد منهم ولسه ريليانا خايفة جدا ان هم يكتشفوا امرها، لكنهم قالوا لها خدي ده، احنا سمعنا ان الاميرة الصغيرة ريليانا بتحب ده جدا. وبتروح ريليانا وهي سعيدة جدا للحارس آدم تايلور، وقالت له ان الطهاة اعطوها معجون الشوكولاتة اللي هي بتحبها. بعد ما بياكلوا سوا بتقول ريليانا انها سمعت ان كل الحراس بيدوروا عليها في القصر، لكنها مش عارفة اذا كانت مستعدة تواجه الدوق نوا دلوقتي ولا لسه، ده غير انها متأكدة ان في شخص دلوقتي بينتظرها في غرفتها، وبتقول انها محتاجة تقعد مع نفسها شوية. فبيمدلها الحارس آدم ايده علشان يدلها على المكان اللي هتقعد فيه لوحدها، واخيرا بيدخلها مكتب الدوق نوا. فقالت له ان الفكرة دي حلوة جدا، محدش هيكتشف ابدا اننا جوه مكتبه ولا هو ولا اي حد من حراسه، وشكرته جدا وبيسيبها وبيمشي. وبالفعل ريليانا بتحاول تصفي ذهنها وتبحث عن الكتب اللي هي بتحبها، وبتستغرب وبتقول انها من ساعة ما جت العالم ده وهي فهمت كل لغات العالم تقريبا، ومستغربة ازاي عرفتها. ولما كانت بتحاول تاخد واحد من الكتب فجأة بيظهر لها الكونت ويستنبرج، وبتعرف ريليانا انه الكونت كاث ويستنبرج وانه الدراع اليمين للدوق نوا، ده غير انه محبوب في الرواية جدا. وهي بتقول انها حاسة زي اللي التقط بنجم، وهو كان مستغرب قوي ازاي هي قادرة تقرأ الكريبتو، وطبعا هي مستغربة مش عارفة تقول له ايه بالظبط. ولما سألها مين علمها انها تقرأها فقالت له انها اتعلمتها بنفسها، فمسك ايديها وهو منبهر بيها جدا ازاي هي شاطرة كده، وبيقول لها ازاي واحدة في شطارتك تشتغل خادمة. فجأة بيدخل عليهم الدوق نوا وقال لها هو انت هنا؟ وبيقول لها انا عرفت ليه محدش عارف يلاقيكي.
طبعا علشان انت لابسه الزي ده. وهي خايفه منه جدا، ولما بيحاول يقرب منها بتغضب ريليانا وقالت له ابعد عني، انت شخص مش كويس. فاستغرب الكونت وستنبرج هي ليه بتقول له كده. فرجعت ريليانا وقالت له ايوه مش كويس، انت حاولت تستغل ان انا ما كنتش فايقه امبارح وقربت مني واستغلتني كمان. فبيحاول يقرب منها وقال لها انها فهمته غلط، وقال لها ان ما حصلش بينا اي حاجه امبارح. ولما سالته طب ليه جسمها كان بيألمها، فقال لها لانها نامت طول الليل على ظهر الحصان، ولان غرفته كانت الاقرب لمدخل القصر علشان كده هو نيمها فيها. ولما سالته انت ليه ما قلتليش الموضوع ده بشكل صحيح، اول ما سالتك من البدايه ان مفيش اي حاجه حصلت ما بينا. فدار وشه عنها وكان صعب عليه ان هو يقولها جدا، لكنه قالها بالفعل. انا اسف. حتى الكونت وستنبرج مصدوم. الدوق نوا بيتاسف وقال لها انا ما كنتش ناوي اخدعك ولا اي حاجه من اللي كانت في بالك. حتى ريليانا بتقول هو اللي انا سامعاه ده حقيقه، هو ده نوا فعلا ولا انا بحلم؟ ولما سالته هل فعلا كل اللي انت بتقوله ده بيعبر عن شعورك ولا كلام بتقوله خلاص، فقال لها ان ده بيعبر عن شعوره فعلا. ولما حاولت تبعد عنه وقالت له ارجوك ما تهزرش معايا الهزار ده تاني، مسك ايديها وشدها ناحيته وقال لها يعني انت خلاص سامحتيني، ومسك ايديها وبيفضل يقرب منها وهي محرجه جدا منه، وقال لها انه مش هيفلت ايديها الا لما هي تسامحه، وقالت له ارجوك سيب ايدي، وبتسيبهم وبتمشي، وكانت محرجه جدا من اللي هو عمله. اما الكونت وستنبرج بيقول في نفسه هو اللي بيحصل قدامي ده حقيقي؟ هل هو فعلا ده الدوق نوا اللي انا عارفه ولا هو اكل حاجه اثرت عليه؟ ده غير اني ما كنتش اعرف ان هي دي الانسه ريليانا، وان هو عارف ان العلاقه اللي بتجمعهم هي عقد فقط وهتنتهي كده كده، لكن اللي انا شفته دلوقتي حالا قدامي بيعبر عن اكتر من كده. هل يعقل ان هو بيفكر في ريليانا بجد؟ لا وكمان سرحان لسه مدرك ان انا موجود. ولما بيحل الليل بيحضر ابو وام ريليانا ليها وبيقولوا للدوق نوا ان هم لسه سامعين بامر بروكس واللي كان عايز يعمله في ريليانا، وعلشان كده هم جم علشان يطمنوا على بنتهم. فبيقول لهم الدوق نوا اطمنوا وان تم احتجاز بروكس واللي معاه في سجن جرس القديس. فعرفت ريليانا انه اكتر سجن مشدد عليه الحراسة في المملكة كلها. وبيقول الدوق نوا ليهم من هنا ورايح انا هحمي ريليانا من اي شيء يضايقها مهما حصل طول حياتي. ولما بتسأل ام ريليانا الدوق نوا هل هتتم مراسم الخطبة بكرة زي ما هو مخطط ليها، فقال لها طبعا، وريليانا مستغربة من اللي هو قاله. تاني يوم بيتم التجهيز لمراسم الخطوبة على اكمل وجه في المملكة، حتى ان تم تحضير العربة اللي بتجرها الخيول للعروسين. وفجأة بتدخل سيدة على ريليانا وقالت انها اسمها ماري وين. وبتعرف ريليانا ان السيدة ماري وين اشهر مصممة ازياء في المملكة. كل بنت في المملكة بتحلم ان فستان زفافها يكون من عند السيدة ماري. ده غير ان السيدة ماري بتختار زباينها ان هم يكونوا على مكانة رفيعة وثروة كمان. اما عن مبيعاتها فبتطلب شروط صارمة في البنت اللي هتعمل لها الفستان، وحتى لو استوفت كل الشروط دي بتضطر المشترية انها تنتظر عام كامل علشان تاخد فستانها. فقالت لها السيدة ماري ان ده الفستان اللي الدوق طلبه منها علشان تصممه ريليانا، وبتطلب منها السيدة ماري انها تلبسه بسرعة علشان تقدر تعدل عليه مقاسها. واخيرا ريليانا بتلبس الفستان وبتكون زي القمر فيه، والدوق نوا كان سعيد بشكلها جدا بيه. ولما بيركبوا العربة سوا هما الاتنين مش قادرين يفتحوا الموضوع مع بعض. وبتقول ريليانا لنفسها طالما ان بروكس تم حبسه في سجن مشدد ومش هيقدر يخرج منه للابد ولا حتى هيعرف يقتلها، هل انا اكمل الخطوبة دي؟ وبتتفاجأ جدا من حب الناس ليهم وفرحتهم بخطوبتهم سوا، وبيرموا عليهم الورود. وبتقول ريليانا تاني في نفسها انها اقترحت العقد اللي ما بينها وما بين الدوق نوا علشان بروكس ما يقتلهاش. وبعدين هي لما قرأت الرواية المفروض ان اللي تقع في حب الدوق نوا هي صديقتها بياتريس، والمفروض ان صديقتها بياتريس دي هي بطلة القصة، لكنها اتخطبت للبطل دلوقتي. وبيبص لها الدوق نوا وكان من الواضح عليه انه هو سعيد بوجودها جنبه جدا، وبياخدها على مركب في المية وسط الألعاب النارية. وبتسأله هما هنا بيعملوا ايه بالظبط، فقال لها المفروض ان هما في موعد سوا، وقال لها انه كان حاسس انها كانت بتبعد عنه وهما في المراسم. فبتقوله وهي زعلانة انها عايزة تكلمه في حاجة ضروري. فقال لها انا عارف انت عايزة تقولي لي ايه، انت استخدمتيني لما كنتي محتاجالي ودلوقتي ما عنتيش محتاجالي علشان كده عايزة تسيبيني. فقالت له ما تقولش الكلام ده بالصراحة دي، انت بتحسسني ان انا سيئة جدا. فقال لها بس اللي انا قلته ده صح. فقال لها بكل صراحة ريليانا خليكي جنبي، وهي مصدومة من كلامه جدا. وقال لها سيبيني لما تنهي كل استفاداتك مني. فسألته انت عايز فعلا كده؟ فقال لها اه. ولما سألته تاني هل سبق ليك انك حبيت قبل كده،
فقال لها لأ، لأني دوق العائلة الملكية. ولما سألته هو الدوق مش مسموح له إن هو يحب، فقال لها لأنه لما يحب وبيسكت فجأة، وجاله فجأة ذكرياته وهو صغير مع أمه. وبيكمل وقال لها الحب هيخليه يدخل في مجازفة خطيرة. وبتقوله ريليانا وهي بتبتسم له إنها متأكدة إن هو هيحب في يوم من الأيام. فاتصدم من كلامها وكأنها حاسة كل اللي في قلبه. وأثناء ما كانت سعيدة بالألعاب النارية وكان لسه هيقرب منها، اتصدمت ريليانا من اللي هي شافته. وسط الناس كلها اكتشفت إن بياتريس رجعت. يا ترى هيحصل إيه بعد كده؟ كل ده هنعرفه في الأقسام الجاية.